بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم فيديو جديد على قناة وديني. الفيديو بيقول إزاي أروح الساحل الشرير، الساحل الشمالي، أو إزاي أروح الساحل الشمالي. طبعا قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نشرح، نتمنى إن أنتم بتشتركوا معانا في القناة، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك، ولو عاوزين تروحوا مكان معين اكتبوا لنا في التعليقات وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. طب أهم الأفكار طبعا في الفيديو، عندنا أول حاجة في مكان الساحل الشمالي. 2 أهم الأنشطة السياحية والترفيهية في الساحل الشمالي. 3 إزاي نحجز في الساحل الشمالي. 4 إزاي، وأهم نقطة طبعا، إزاي نروح الساحل الشمالي. 5 نصائح القناة. طبعا ندخل على أول نقطة، وهي مكان الساحل الشمالي. يعرف الساحل الشمالي بساحل ماريوط، الذي يبدأ من غرب مدينة الإسكندرية عند الكيلو 21، ويمتد إلى الكيلو 105 في اسكندرية مطروح، وحتى الكيلو 120 إلى معبر السلوم. طبعا الذي يمر بالحمام والعلمين وقرية أو منطقة سيدي عبد الرحمن وسيدي حنيش والضبعة وراس الحكمة. يسكن الساحل الشمالي القبائل العربية. أهم الأنشطة السياحية والترفيهية في الساحل الشمالي. طبعا يعتبر الساحل الشمالي أو يتميز بعدم وجود هضاب أو جبال أو مرتفعات. يتميز بسهولة الأرض وأنها رملية. وطبعا يوجد بها 5 بحيرات، ويعتبر الساحل الوجهة الأعلى والأغلى للمصريين في الصيف، فصل الصيف، حيث المناخ الرائع والمياه الدافئة، وطبعا كثرة القرى السياحية الرائعة، والمنتجعات التي تتنوع في مساحتها وفي تصميمها وفي خدماتها. طبعا أهم الأنشطة برضو احنا ممكن نقول زيارة متحف العلمين العسكري، الذي يروي تاريخ الحرب العالمية الثانية. في هذا المتحف من أسلحة وذخيرة وأسلحة ثقيلة وخفيفة أيام الحرب العالمية الثانية، ودور مصر وشرح دور مصر في تاريخ الحرب العالمية. عندنا برضو من ضمن الأماكن الجميلة جدا في الساحل الشمالي القرية المهجورة، وهي من أفضل الأماكن لمحبين وهواة الصيد والبحر في الساحل الشمالي. عندنا برضو منتزه سيتي بارك وأكوا بارك، وكذا مكان للاستمتاع بالألعاب المائية والمزالق والأنشطة المائية وحمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمكشوفة، وركوب اليخت أو اليخوت في الماء، وطبعا زوارق البنان والفلاي بورد. عندنا برضو أشهر المطاعم، مطعم سمكمك للأسماك الطازجة الذي يقدم أشهى الأطباق للأسماك. عندنا قرية بلبع للمشويات، طبعا عنده قائمة متنوعة من المشويات. عندنا قرية هاني للمأكولات البدوية، الذي يتميز بديكوره، والمكان عبارة عن خيم ووجبات مثل المندي والطرب. عندنا طبعا مجمع المطاعم الذي يضم أشهر المطاعم العالمية والمحلية مثل كنتاكي وهارتيز ومطاعم مختلفة. طيب هيجي يسألنا دلوقتي تقول ازاي نحجز في الساحل الشمالي. طيب أبسط طريقة إن أنت تحجز الساحل الشمالي، سواء عاوز تحجز شقة أو عايز تحجز شاليه أو عايز تحجز غرفة أو عايز تحجز شقة، عن طريق الابليكيشن. تطبيقات كتير جدا موجودة دلوقتي ازاي تحجز، أشهرها وأسهلها بوكينج. ده من ضمن التطبيقات اللي انت بتحجز منه لأي مكان أو أي حاجة انت عايزها في الساحل الشمالي. تمام. عندنا برضو كتير من التطبيقات مثل المسافر واحجز لي وتطبيقات أخرى كثيرة، أو الاتصال بالأرقام الخاصة مثلا بالفندق أو الخاصة بالقرية، أو الذهاب مباشرة إلى الفندق أو القرية التي تريد أن تقضي فيها المصيف بتاعك. يبقى أشهرها أسهلها بوكينج. تمام. طيب هيجي دلوقتي تسألني ازاي نروح الساحل الشمالي، النقطة الرابعة. طيب بعربيتك الخاصة، طبعا من ضمن
تقريبا من ضمن الشروط انك تدخل قريه زي مارسيليا او زي مارينا انك يكون معاك سياره وتقريبا معاك كارنيه. فطبعا هتروح طبعا بعربيتك الخاصه، سيارتك الخاصه. عند من اشهر الطرق، اشهرها طريق الفوكا الجديد الذي يبدا بميدان جهينه حتى مدينه العالمين. وعندنا طريق الاسكندريه الصحراوي الذي يبدا من الكيلو 120. طبعا هتطلع كوبري بتاع وادي النطرون، هيفضل تعدي كده على القرى السياحية حتى نهاية العالمين. وعندنا برضو طريق محور رود الفرج، وعندنا الدائري الإقليمي. طرق كثيرة يعني الحمد لله. طبعا في حالة عدم الرغبة في القيادة عندنا برضو أشهر برامج تطبيقات الموبايل مثل أوبر وكريم وتطبيقات أخرى لحجز سيارة خاصة. وعندنا أيضا سيارات مثل شركات جو باص وسويفل التي تقدم تقريبا رحلات شبه يومية في الصيف إلى الساحل الشمالي وأماكن أخرى. طبعا لو أنت مش عاوز تسافر كده أو في طريقة تانية عايز تيجي، ممكن تيجي بالقطار من أي مكان. هتنزل طبعا محطة مصر اسكندرية، وهتركب من موقف الساحل. شوف حضرتك عايز تركب سيدي عبد الرحمن، أو رايح مثلا فندق معين، أو رايح مثلا قرية مثل مرسيليا بيتش 4 أو مارينا، على حسب أنت رايح فين هتركب من هناك. تمام. ده النقطة الرابعة اللي هي ازاي تروح الساحل الشمالي. خامس نقطة طبعا نصايح من القناة. يعتبر الساحل الشمالي من أغلى المصايف الموجودة بمصر، وقد لا يناسب البعض نظرا لارتفاع أسعاره. انفتاح وتنوع ثقافي وبيولوجي وجنسيات مختلفة موجودة في الساحل الشمالي، فطبعا بيدي انطباع خاص عن المكان. تالت حاجة طبعا تتميز الساحل الشمالي وشواطئ الساحل الشمالي بالتأمين الكامل، سواء من الأمن وتأمين الطرق، وسواء من الشواطئ مثل فرق الإنقاذ وكباتن المياه. وعندنا طبعا ارتفاع الأسعار نظرا لإقبال السياح والزوار في فصل الشتاء. بعد كده هجرة السياح في فصل الشتاء نظرا للجو البارد، فطبعا بيدي خلي الأسعار عالية شوية علشان الزيارة بتبقى فترة معينة. دي كانت اهم الافكار الاساسيه انك ازاي تروح الساحل الشمالي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك تشجيعا لنا استمرار لنا في الفيديوهات، واشتركوا معنا في القناه ليصلكم وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع قناه وديني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.